والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أف درسا ميس السيايا دشرو فكر شرحة برتوكا علوم القرآن يا دكتور نور الدين عتر وما جفرة داخو يا كرم علوم القرآن علمك الدردورة وان مسائل قب قرآن بيروز وقريداين دمشي جبروية كيجي درسة أول ده مع علم علوم القرآن مداناس كرن ديروكا في علمي برتوكن تايبات اي خوياي اي برجعذ قد في علمي ده هاتنا نيفساندن درسة دوا ده بجمع قرآن بيروز داناس كرن تعريفا ويناتشيا بچرنجي علماء تعريف كريا ونافن قرآن بيروجي تشيا نها نقطة فيجي جرينج درسا إيرو ده مباحث إيرو ده إنه أف قرآن بيروز أفاقو أم تقديس دكن بشعبكي مظلة ميزدكن جو كلامي خدي تعالى مداخو يا كرن جو كلام الله المنزل أو آخفتنا خدي تعالى يا جو داكتيا لسردلي بيخنبر عليه الصلاة والسلام. نها نقطة هاري جرينج أف قرآن هاي بيروز شلوش جم خدي تعالى داكتيا ها أو داكتن أمجرد بيجن وحي يعني واسطة جو قرآن بيروز جم خدي تعالى لسردلي بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا ها أو واسطة أمجرد بيجن وحي جبر فيكي مبحثا إيرو درسا إيرو لسر وحيية لسر سي خالاد آخذي يكم شو معناه قوتنا وحيية دقوري الزماني عربة وش مقصدها مبي علوم القرآن ده بقوتنا وحيية دو أنواع ومراتب رنجي وحيي أم جبرة بدنا ناسكرن خالة داوي أف وحيا هانا قالك كس إنكارا ويكرنا جبو خاطري قو قرآن بيروز بطال بكن جبو خاطري قو وينات بتنا بكن مجبور لبنجه دانا بنجه تشيا بنجه وحيا جبرويكي مبحثي داوي مؤلف ردكي جوابا دي برسفا دي لسروان كسي قو إنكارا وحيي كرنا فالدسبي كده وحي ده زماني عربا ده قلت علمك تزانبونك بدزي أصلي قلتنا وحي قلت تزانبونك بدي كسكي وأو زانبون بدزي بي يعني خلق شتفهم نكن فدبيقو بدنا بينا تويدا بي دبيقو بإشارتك بي دبيقو بالنفيسك بي يعني مثلا قالك جارات شيد بي أم درسك دنا أم جفاتك دنا از إشارتك دما خورتك إش خورتا أو خور جم فهم دكي مقصدها مجوي إشارتي جماعات فهم ناكن ها أبجرتي قوتن وحي بزمان عرب هذا قوتنا وحي إلقاء علم في خفاء أبجرتي قوتن وحي فوقت قو از إشارتك ددم ها أو إشارتها هنا أمي فقر نسر كتابي شيرزاد يعني حتى قوس بشكي بد ما خويا كرن إدي مي برتوكي بخوين إن شاء الله أو زانبونا قو از ددم چه برنگ إشارتي بي چه برنگ نيفسكي بي چه بدوي بيجي
دنابينا خو يكيد أزبيجم بيجو خلق جيفين بكي بيجو خلق بي بزانبي ها أبنا جيرتي قوتن وحي أب وحي أباقو بزمان عربي دا نمختص بيخنبرا يعني دبيقو سر بيخنبرا بيجي ودبيقو دناف إنسانا دبي وقت يقو أزل جباتك ما إشارتك الدم فزمان عربي دا تبيجي أوحى الشيخ لفلان أوحى مرشد لشيرزاد مثلا من إشارتك دا شيرزاد مفهمكر بيقو ون جماعتي دي ونج مدو فهم بكن فأو إشارتها قم دا شيرزاد نافيونا وحية فوحي دا زماني عربي دا جيرتي قوتن إلقاء علم في خفاء نها قسمك علماء شرطك يدي لي زيدتك وأمي إينا سروينا دبيجي زيدبونا لسرقو فشارتي بي أو زانبونا قوت بدي جرك بعجلة بيجي فإلقاء علم في خفاء وسرعة دبي أفنانا بيونا وحيا ولكن مسألة بسرعة يعني مسألة عجلبوني جهة خلافية نجهة اتفاقية باعتبار وين مرد درباس ببي يعني دهن مواقف هذا بيخنبر عليه الصلاة والسلام وحي سروي ناداكتيا نب مسألة عجلبوني فوكي نمونا يعني ونتفد زارن شيروكا أول وقت يقو وحي لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا حضرت جبرائيل هاتيا شكفتي جبي خنبر عليه الصلاة والسلام رد بيجي بخوينا دبي أزنخون دبانم ويتخيبر حمبيزا خدا بسنويد بردي جارة كدي جرد بيجي بخوينا أزنخون دبانم جارة كدي وي حمبيز دكي جارة كدي ويد بردي بخوينا ياس السيا أزنخون دبانم ديس جارة كسيا وي حمبيز دكي دي سويد بردي اقرأ باسم ربك الذي خلق فأما سلاهنا تعجلبون تدنينا بهن فريق تدهيا ولكن أغلب علماء دبيجن وحي قمروف انفرماسيونك زانبونك علمك بدزي وبعجلة أغلب وانا وحيا قو بزماني عربي بذي تعريفها زماني عربي لغة دو قرآن بيروز ده بقلك رنجاجي هاتية استعمال كرن وكي نمونا إلهام فطري أو إلهام فطري مثلا مروف تشتك بشياوية فإلهامك كذا دليوي ده بويرنجي وي كاري خدك بوي إلهامك كتا دليوي ده عمل دكي مثلا نمونك هيا قسمك علماء ينجي أزبيج برانيا علماء اعتبار دكن انه او وحيا قو خدي تعالى جدايكا موسار الشياندية دبي او وحيا هانا بإسرنجي إلهامي بو يعني وقتي وندزانن وقتي قو حضرتي موسى هاتا دنياي فرعون بريارك دابو انه هر زاروككي كور دناف بني إسرائيلية دا قرك بي كشتن فديا حضرتي موسى جبو خاطري قو كوري خو بباريزي وحي جيرا هاتية انو كوري خو بخي سر تابوتا كده وي تابوتها سر تختكي صندوقكي وي تختي وي صندوقي وي تابوتي بابي جناف آوي جبو خاطري قو ددرجت بيشاروجي ده او تابوتها ناوي بقه بردستي فرعون وبيركا خوي تابوتي درخن وي زاروكي بنش خورا خودي بكن اذ مسألة قبدايكا موسارة تشيبو برانيا علماء دبيجن اذ إلهام فطري بو او خوزايبو قو خدي تعالى آفيتا دلي وينا وكوري خواه دانيل سر تابوتك وبردانا بآفي طبعا قسمك علماء اجي في انكار دكي دبيجن نا اذ رنجي وحيي برنجي قو خدي تعالى ملائكك جيرشيان ديا بدليل انه او ملائكه دلي وينا راحت كريا اختي جوجيرا قوتيا ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فوقت جوجيروك فطرة انساني بالهام او خوزايبي او خوزايب بركي اذكاربم كوري خبافج مآذي
بس او يقينا بهوريا قود دلي مدى تشيببي انه افزاروكي هانا والمفقري وافزاروكي هانا ومازن بي وقرك ازدرد نخم قرك از عاجز نبم وافزاروكي هانا ومازن بي بيخنبر اف مسألة دي افنا الهامة فطرية افنا انجح كسكي دي جمرة بيجي او كسيدي ملائكة مش ملائكة خدي تعالى لكن اف رأيات الدواية رأي اول قد بيجي اف مسألة قبدايكا مصارة شيبو رنجك بو جرنجي وحية باسلوب الهامة فطري اواقو خدي تعالى تابيجي دلي انسان قالك جارب دايكا رتشيدبي الهامك بيرتشيدبي أو أوحينا آية القرآن بيروز وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أو وحيا قو خدي تعالى جدايكا موسى رشيان دي ببرانية علماء قو أفنا هاتية بإلهام فطري رنجي ددوا جوحية آب زمان لغوي آب زمان عربة هاتية استخدام كرن دو قرآن بيروز ده اواقو امجرد بيجين الهام غريزي يعني جبلي الهام فطري الهام غريزي اواقو خدي تعالى ده هر كائنة كده چاندية ده هر انسانة كده حيوانة كده ده جنة كده خدي تعالى چاندية وكي نمونا آيات قرآن بيروز وقت يقول بحثا ميشي هنجف دكي دبي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا خدي تعالى وحي ميشي هنجف رشيان ديا قود تشيادا هيلين خدينن ها أو وحي برنج أسلوبي أو إلهام غريزية الياس ترى واضحة نولو أزفاون شروفاتكم جمع فعم دكي بقرك الياس بله سيدة تبر فاشتر قديش رازي تمام ام بردوامكن اف درنجي استخدامه بكارانينا قوتنا لفظي وحيي دو قرآن بيروز ده لكن باسلوب زماني عربي نا وحيا اصطلاحا ام هنا قشت موينا از هي دو زماني عربي دما وحي قوتنا وحي قمروف زانبونا كبدي وشارتي فأبهردو استخدامات قرآن بيروز بكارانية رنجك سسيا جوان رنج قو خدي تعالى استخدام لفظ وحيي كريا اسلوب زماني عربي ده بإشارتي أبقى من الدسبيك ده جوار القوت وقت يقوم مروف الدرسة كده الجباتة كده مروف إشارتك كده دي ها أو إشارات خدي تعالى جي قوتنا وحيي بكارانية مقصد بيب أو إشارتها هاي أو ناكنجيا وقت يقول خدي تعالى بحث حضرت زكريا دكي وقت يقول جي خوستنا جو يعني إثباتا بخمبراتيا خو بكي يك جوان اسلوبي بخمبراتيا وينا وقت يقول دركتي ناف جباتي آيات القرآن بيروز فيد بيجي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وأصيل وعشية دركت يلسر ملتي اخوة لسر جفاكيج محرابي ووحي دايوانا قو تسبيحة خدي تعالى بكن شبو روج او وحيا قو دا جماعة اخوة بإشارتي بو يعني إشارتك دا قومي اخوة إشارتك دا ملتي اخوة قو تسبيحة خدي تعالى بكن بكرة وعشية صبه إيفارا اف اشارتها نبدا كيبو يعني نب زمان بو جبرقو آيات قرآن بيروج مرة بينات ديخو ياكرن قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية يعني آية معجزة ودليل حضرتي زكريا جملتي ويرا دي بيخمبراتيا ويدا قوسير وجال قال كسينا آخذي فانا آخفتن أم نكارن بيجن أبو وحياهنا ولا بزمان بو ناخذ يمك بتشوفوا بإشارتك إشارتك دا قومي خوا جو يعني تسبيحة خدي تعالى بكن صبه إيفارا أفنا رنجي سيايا جرنجي استخدام قرآن بيروز جوتنا وحييرا فخرج على قومه من المحراب فأوحى أي أشار إشارة بواكريا رنجي تشارا دي استخدام قرآن بيروز جوتنا وحييرا بلغوري زماني عربي هاتيا وسواس او وسواسا جو شيطان دميجي ودلي انسان دا تشيدكي
ها او وسواس بخوجي جيرتي قوتن وحي جبر قو بشارتيا كس نابيني جبر بيكي آيات قرآن بيروز بيجي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فشيطان وحي دكيجوان كسن قو دوستي ويرنا أو وحي تشيا وحيك إلهية نا وسواس شيطانا رنجي تشارا يعني رنجي بينجا عفو رنجي بينجا قو استخدام وحيات قرآن بيروز دهاتية كرن او اخفتنا خدي تعالى ملائكتها قو تشتكي بكن قو تنفيذ امري خدي تعالى بكن وندزانن ملائكتي تشياهنا ملائكتي بحريهنا ملائكتي مرنيهنا ملائكتي السرملي انسان هنا فوقت قو خدي تعالى امركي دشيني ديفان ملائكته او اسلوب واسطتنا بين خدي تعالى وملائكته او بخوجي وحيه شاو ايات القران بيروج مرد بيجي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة فأو آخفتنا واسطتنا بين خدي تعالى وملائكة أو بخجي جرتي قوتن وحي هذا وحي لقوري الزماني عربي واستخدام في قوتنا وحي أباد زماني عربي ده استخدامات ويت قرآن بيروز ده از جارة كديفة قرم وحي ده زماني عربي ده جيرتي قوتن تزانبونكي فيربونكي تبدي بدزي وشارتي جيرتي قوتن وحي دبيقو بإشارات بي دبيقو بدفكي بي دبيقو بنيفساندني بي دي استخدامات قرآن ده جلك جهاتية إلهام فطري إلهام غريزي وسواسا قو شيطان دكي إشارات أو آخفتنا دنا بين خدي وملائكته حمجي استخداما قوتنا وحيي بزمان عربي ده حتى في قدري تإشكال هيا قلي خورتا أفهم منها أم بحث دكن تعريفا قوتنا وحي شو معنى قوتنا وحي بزمان عربي ده حتى في قدري تإشكال هيا قلي خورتا شيرزاد ما سيدا زلال إن شاء الله إن شاء الله أم بردوامكن قوتنا وحيي بجد اصطلاح ده اصطلاحا يعني القوري زانبون لعلماء علوم القرآن علماء القرآن بتشرنجي قوتنا وحيي تفسير كرنا دبيجن أو فيربون وزانبون وعلم قو خدي تعالى دي بخنبرن خوا شب واسطة بي شب واسطة بي إعلام الله أنبياءه بما يريد بكتاب أو شرع بواسطة أو غير واسطة أو فيربون أو زانبون أو داخوازي أو يقو خدي تعالى دي بخنبرن خوا قو كتاب نال سروا دادخي پرتوك نال سروا دادخي يان زانبونك دي ديوانا أو زانبون چب واسطة بي يعني وچب واسطة بي يعني چب ديريكت بي چه وسيلك دنا بين خدي و بيخنبرا ده بي چما مقوت بواسطة و بواسطة جبرقو وحي چند مرتبه ويهنا چند رنگي ويهنا چند انواعي ويهنا اذ انواعي هانا اي وحي قرآن بيروش مرا دايا خويا كرن سي نوعي ويهنا شاو آيات قرآن بيروش مرد بيجي وما كان لبشر أن يكلمه الله ممكنين إنسانك قو خدي تعالى القلوينا بآخذي إلا يعني جي دتشتنادا أو تشتنس خدي تعالى السيري دانا خويا كرن إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أفسير رنجي وحيينا إيغو خدي تعالى ووحي أخوا جي إنسانك أو إنسان ملائكتك بيخنبرك إيغو خدي ينجي وليك شاو القوري تعريفها هناك علماء قوم مريم دايكا حضرتي عيسى دايكا موسى وحي جوارا داكتيا لنا أنبياء النبي خنبرن لقوري هن علماء لقوري هن كدي بيخنبرن
ولكن يا جوش مرة مهمة رنجي وحيا جو خدي تعالى دشيني لسر أنبياء إخوة لسر أولياء إخوة سيرنجن يان خدي تعالى وحي جوار دشيني يان خدي تعالى القلوة دا آخذي البشت ستاركي يان خدي تعالى بردفكك يخوش جوار دشيني ملائكتك دشيني أظهر سي نوعي جو تيبي وحيينا مرتبة أول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قوتنا وحي دي معنى جرهنا يا أول خونا أم جيرت بيجين الرؤية الصادقة خونا راست جو خونا راست جبرقوش بيخمبرارا خون نوك جو مجمو ترايا خون بيخمبرا رنجا كجرنجي وحيي أجر ونفقرنا قرآن بيروز ونميزبك حضرت إبراهيم وقت جو يعني أمر خدي تعالى جيرا هاتية جو كوري خو بقريني أو أمر دخوني دا جير هاتية نخدي تعالى ملائكتك جير شيان دي قلت يا إبراهيم هرا كوري خو بكوشا أو أمر خدي تعالى دخوني دا جير هاتية شاو آيات قرآن بيروج مرد بيجي سر زمان حضرت إبراهيم قوشكوري خو إسماعيل رقوتية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك متخودة ديتيا قوستا دقورينم فمتخودة ديتيا ديمك رنجي أول جرنجي وحيي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا رنجي أول جرنجي وحيي خونا فخونا صادق أو رنجك جرنجي وحيي وأبا دسبيكا وحيا قوش بيخنبري مر عليه الصلاة والسلام ردهات شاو حديثها صحيح قو إمام بخاري ومسلم روايات دكن لسر زمان الديا مع عائشة قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دسبيكا وحيا قو جير دهات دريا خوني دبو ديا مع عائشة بيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام خونك نديت إلا جاءت مثل فلق الصبح شاو دسبيك روج هاتبا خون جولو تحقيق دبو فأبناء رنجي أولا جرنجي وحيي رنجي ددوا جرنجي وحيي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قو خدي تعالى تشتكي بابي جي دلي بيخنبركي رنجي أول قو تخودة ببيني رنجي ددوا قو خدي تعالى تشتكي بابي جي دلي وينا دليل وينا شاو حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام هاتية قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرد بيجي إن روح القدس يعني جبرائيل نفث في روعي دلي مدى آبت يدلي من بفكر يناف دلي من أن نفسا لن تموت إنسانك نامري حتى تستكمل رزقها حتى قول رزقي ودبي دنياي دا حمه رزقي خببي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب شخدي بطرسن وخونا وسطين رزقي خوني ببن يعني بيوستناكي ونهرن برنجي حرام في رزقي خبينن فأبناء رنجك جرنجي وحيا قوش بيخنبري مر عليه الصلاة والسلام هاتية قو خدي تعالى وحي آفيت يدلي وينا أبناء رنجي دوايا شخدر دتيبن يعني قسمي أول جوان قسمي قو خدي تعالى جمرة داخو ياكرن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ما قد نوعي هنا يا أول قد خودة بيخنبر عليه الصلاة والسلام تشتكي ببيني وبالمناسبة القوري هن علماء دبيجن سورة إنا أعطيناك الكوثر هابذيرن جهاتيا بيخنبر عليه الصلاة والسلام القوري هناك حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام رازايا ورابوة قوتيا وحي لسر مداكتيا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قسمي ددوا قو خدي تعالى وحيك بابي جدلي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قسمي ددوا وحيي أظهردو طرفي أظهردو تيبي أول إيه وحييبون قسمي ددوا أو من وراء حجاب يعني خدي تعالى ديركت لقلبي خنبري خو بآخذي لكن أو آخفتن لبشت ستاركية يعني بيخنبر خدي تعالى نديتيا لكن دنجي دكي
او جي چاوايا چاوا آيات قرآن بيروز جمرة بحث حضرت موسى كريا دبيجي وكلم الله موسى تكليما آياتك قرآن بيروز جديد بيجي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ينجي وقو تشاوى الجمع ثابتة قو بيخنبري محمد عليه الصلاة والسلام دشفا معراج دا وقت قو شواه يعني حزورا خدي تعالى القلوينا آخذية وفرضا لميجل سروي كريا فأفنا قسم الدوايا أقسام وحي أو من وراء حجاب قسم سسيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وأفنا أو وقت حضرة جبرائيل لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دادكت قرآن بيروز لقوري قسمك علماء دبي برانيا وينا بفيرنجي داكتيا جبرقو مجورة قول انه إنا أعطيناك الكوثر بخوني دهاتيا لكن لقوري برانيا علماء انه نا قرآن بيروز ندخو دهاتيا حموجي بفيرنجي داوي هاتيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قو خدي تعالى حضرة جبرائيل شيان ديال سر بيخنبر محمد عليه الصلاة والسلام وقرآن جرد دايا خياكرن شاو آيات قرآن بيروز في مسألة دي خياكرن وإنه لتنزيل يعني قرآن بيروز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين واضحة حتى في نقطة جيجالي خورتا يعني ام بيجن رنجي وحيا قول سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا كتبوشي سينوعي خوهانا يان برنجي وحيي هاتيا يان برنجي قو خدي تعالى ديركت القلوينا بآخبي لبشت ستاركي يان جي خدي تعالى بردفككي قو ملائكتك قو حضرة جبرائيل بشيني اف نقطة هاجي جورة واضحة وطبعا نقطة أول يا وحيي مجورة قد قو أوجي دنو عيخ وهانا ياد خودية ياخد تعالى تشتك آبيت يدليوينا أب نقطة جي واضحة قالي خورتا بلي سيدا إن شاء الله إن شاء الله نها نقطة داوي قو أزبين مظمان أف رنجي داوي أوي قو خدي تعالى بردفكا كيدشيني قو حضرتي جبرائيل بو في جشمنا لازم فهم بكن حضرت جبرائيل بچرنجي داد كتر سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني رنجو تيبي وحيا قو حضرت جبرائيل في جداد كتر سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام سيرنجي خوهانا اف رنجي داوي او رنج سيرنجي خوهانا رنجي اول قو حضرت جبرائيل بشكل هيئة خوي ملائكتي دادكت السر بيخنبر عليه الصلاة والسلام قو باسكي نظام چند باسكي وينا هنا قو او باسكي ويدنا بين هردو ازمان حمكي قرتنا بوي هيئة خوي مظن هأفرنج حضرت جبرائيل دجارة السر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا شاوى آيات قرآن بيروز بيجي ولقد رآه بالأفق المبين وقت يقول بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشكفته دبو حضرت جبرائيل سروينا داكتيا بيخنبر عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل ديت بوي شكل تيبو هيئتاوي ملائكتي هيئتاوي أصلي جارة ددوا ما قد جرى بيخنبر عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل بفيرنجي ديتيا جارة ددوا دشفا إسراء ومعراج دبو شاو آيات قرآن بيروج مرد بيجي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أفجارة ددوايا قو بيخنبر محمد عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل ديتيا بشكل هيئة تيبي ويناي أصلي ملائكتي واضحة قالي خورتها في نقطة واضحة بلي سيدا تيبي ددوا قو حضرت جبرائيل لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دادكت قو حضرت جبرائيل بشكل إنسانك دادكت ودهات جباتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقو شاوى مشهورة
جو أغلب جارا دهات بهيئة صحابيكي جو بنافي خوا دحية الكلبية، لكن لازم بهرتم بشكل وي هاتبه، فبشكل إنسانكي بهيئة إنسانكي بشركي حضرت جبرائيل دهات جباتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام. وقو تشاوا مشهورة معروفة دبرتوكي ميكي حديثة دا دبرتوكي سيرته دا يكمين حديثة قو بحث دكن جرتي قوتن حديث جبريل حضرت إمام عمر رواية دكي دبي أمل جباتا بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام زلامك درباسي جباتي بو كش موينا ناس ناكي يعني نخلكي يعني باجيرة ونأثر سفر جي خويا دكن يعني نمروفكي قوش غريبية جهاتية أو آثار سفر اللي خويا ناكن كما آثار سفر اللي خويا ناكن دبي جلكي وينا هنجي سبيبون بورا وينا رشبو وأمونا ناس ناكن يعني نخلكي باجيرة نخلكي قندي ميا ونمروفكي قوش سفر جهاتية جبرقو مروفي قوش سفر هاتبي جلكي ويلا وتي بن توز قمار دورا وينا كومبي أفنا مروفكي باقش بو وهاتيه جواتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام چوكي خوا كابوكي خو خسنا چوك وكابوكي بيخنبر دا عليه الصلاة والسلام ودستي خوا دانيال سر كابوكي بيخنبر عليه الصلاة والسلام وجرى قوتيه يا رسول خوديم إسلام چيا إيمان چيا إحسان چيا روجا قيامتي كنجيا داوية حديثي دا بيخنبر عليه الصلاة والسلام الصحابية سؤال دكي دبي قالي جماعتي وأبزلام ناس ذكر صحابي سؤال دكن دبي خوديو بيخنبر زاني دبي أبنا جبريل بو هاتبو جو وفير بك ديني وإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فأبنا رنجي دوايا جرنجي شكل تيبي جو حضرت جبرائيل لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دادكات جو بشكل إنسانك دادكات رنجي أول جو حضرت جبرائيل بشكل هيئة خوي ملائكتي دادكت سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام وأونا دجارة داكت يسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام رنجي دوا جو بشكل إنسانك دادكت سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام رنجي سيسيا وإيداوي جو بيخنبر عليه الصلاة حضرت جبرائيل دادكت سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجو كسوينا ببيني وشارتي لكن منا دنگ زنجلكي داد كتسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام شاو الكتاب حديث دهاتية مثل صلصلة الجرس وكي دنگ زنجل دهاتات كت لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام وبيخنبر عليه الصلاة والسلام ده حديث خود جيجمرة دا يخو ياكرن وانه اذ رنجي هري زحمت بو جو حضرت جبرائيل بويتي بيداد كتسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام ديا مع عائشة الروايات دكي انه وقت جو حضرت جبرائيل بفيرنجي بفيتي بي جو نفشا يعني نخيابو وشارتي بوكي دنجي زنجل داد كتل سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي تعبي ديا مع عائشة دبيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي شافين زفستاني دا يا صار بيخنبر عليه الصلاة والسلام آنيا وينا خوهدان جدا ذكت دي رواية نديجي دهاتية انه بيخنبر عليه الصلاة والسلام لاشي وينا جراند بو تاد درجكي اگر مروفك التحيلة بيخنبر عليه الصلاة والسلام رونشتي با كاماخي بيخنبر زور الكاماخي وي كسن قد تحيلة ويدبو يعني جد روايتك دي دهاتية انه وقت جو وحي بفيرنج لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا كتبة او رنجي فشارتي نخوياي نديار او برنجي دنجي زنجلك لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا كت دبي الدردورة جوهي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دهات جوه دار كرن مثل دوي النحل وكي دنجي خليا ماشي هنجف ووقت جودا كتب السر بيخنبر عليه الصلاة والسلام وبيخنبر عليه الصلاة والسلام لدوارك الحيوانك يجي صوار بوبا أو حيوان تحمل ندك خد بردا عردي أفنا سيرنجي وان شكلو تيبي جو حضرت جبرائيل لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا كتبو أف نقطة واضح قالي خورتا بريقو أم كتابي بخوينن قالي خورتا واضحة بله ما أستاذ السؤال دفر دهانا بريقو أم برتوكي بخوين
سؤال نينن قال لي خورتا ما سيدا تبرسن إن شاء الله. تمام. ام برتوك تخوين انت تكاري عرض بكي برتوك شيرزاد ام جهشنا كتا يعني بابتا الوحي بيجي معنى الوحي لغة معنى قلتنا وحي زماني عرب هذا. قال الإمام ابن فارس الواو والحاء والحرف المعتل. ابن فارس يعالمك علماء مسلمانة ومتخصصة مسائل قواميس وفرقهنجه زمان عربي يعني كتابك وهي بنافي معجم مقاييس اللغة وأف كتابة معجم مقاييس اللغة قوتنا دفقريني أصلي قدنا بين وادة مشتركة مثلا دبيجي أما كينومونا دبيجي جن وجنين وجنة ومجنون دبي أفحمي دفقري يك أصلي قو بنافي خوف نافي وشارتن فجنين جبر قد زكي دايكا خدا هاتية وشارتن وجنة يعني حديقك يعني بيجن بخشكي قمروف بكبناف وان دارادا وانضاد بي وام بيجن مجنون او يقو عقلي وينا هاتا فشارتن هاتا عقلي وهاتا وانضاكرن فاذكرتوك ابن فارس اصلي قوتنا دفقريني جزركي قو مشترك بدنا بين وادا فدبيجي ابن فارس قوتيا الواو والحاء والحرف المعتل حرف معتل ياء أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك تنزانبونك بدي إنسانك ديرة بيجو خلق بحسن فالوحي الإشارة إشارات رنجك رنجي وحيي والوحي الكتاب والرسالة تبرتوكك نفسك مساجك جيبني بسنة بيجو خلق بحسن تبدي يكي تزانبونك بديدا أو جناب إخوة وحيا وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان أي رنجك جرنجي زانبون قلت بدي مروفك دي قو أو زانبونا تفيربو بيجو خلق بحسب شرنجي ما بي نابي ونا وحيا ويختص معنى الوحي لغة إضافة إلى ما قاله ابن فارس بتضمنه معنى السرعة يعني بزيدي في قوتنا ابن فارس قوتيا مسألة عجلبونة جيتي هاي طبعا مسألة عجلبونة ده مش ورا داخو يا كرين قلنا موضوع اتفاقية دبي وورد الوحي في القرآن بمعنى الإلهام قلتنا وحي أبا بزمان عربي أبا يعني زانبونا كمروف بدي بيجو خلق بحسي دو زماني دو قرآن بيروز ده بمعنى إلهامي هاتية كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أو إشارة ديك البا دايكا حضرت موسى چاوا گوز كوري خوا گرك شير بدي وكوري خوا بخسر تابوتا كده وباب جناب آذي كما ورد بمعنى الوسوسة بمعنى وسوسة جهاتية دليل وينا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أو وحيا جو شيطان أو زانبون أو إشارة جو شيطان ضدنا وان كسن جو تابعي وانا جبرجو أمنا بينن أو جنابي وينا وحيا أما في الاصطلاح الشرعي لقوري اصطلاحي بيجنا لقوري زماني عربة فالوحي هو إعلام الله تعالى أو زانبون أو علم أو فيربون أو أقو خدي تعالى دي لمن اصطفاه من عباده جوي إنساني قو خدي تعالى أو هالبجار بخنبرك ينجي نبي وليك بطريقة خفية سريعة برنجك بيجو خلق بحسي وبعجلة مراتب الوحي تيب ورنجي وحي وإذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي وتساءلنا عن كيفياته وأحواله وآثاره فإن خير مرجع يحقق لنا تلك الأمنية هو صاحب الوحي نفسه في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة دبي أجر أم بخوازن مسائل وحي أمرنجك تفصيلي فين بكن فباشترين كاس قوفي مسألة جمرة بدي شروع فكرن خداني وحي بخويا دو قرآن بيروز ياند حديث بيخنبرد عليه الصلاة والسلام وكي كما جاء في الحديث الصحيح
أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. دسبيكا وحيا قول سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا خوني راستي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دديت. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بيخنبر عليه الصلاة والسلام خونك نديت إلا أو خوناوينا تحقيق دبو وقو شاوا روش بشتي شابي دردكت يكسر. ثم حبب إليه الخلاء. بيخنبر عليه الصلاة والسلام بشتي دمك جوان خوني الراس دديتن. بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجا حزكر قبتاني بميني انعزالي. وكان يخلو بغار حراء. بيخنبر عليه الصلاة والسلام دتشوش كفتا حراء جوجرتي قوتن جبل النور نيزيكي 4 كيلومتراش كعبة مشرف دورة. بيخنبر عليه الصلاة والسلام دتشوفيش كفتا هنا شخورة عبادة ذكر فيتحنث فيه وهو التعبد. عبادته أخوي تعالى ذكر الليالي ذوات العدد شان شف قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها. قبل أن ينزع إلى أهله يعني بريقو جارك دي فقر مالا أخوة ويتزود لمثلها يعني هاري مونتي چندرو جديد جب خربيني وجارك دي فقري. حتى جاءه الحق يعني حتى قو وحي جرهات وهو في غار حراء دشكفتا حراء ده. فجاءه الملك حضرة جبرائيل فقال اقرأ بخوينا. قال ما أنا بقارئ أزنمرو بكي خوندفانم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. فحضرة جبرائيل بيخنبر عليه الصلاة والسلام حمبيز كريا حمبيزك يقو أوجدان دي حتى قو يعني بي وسطيايا. ثم أرسلني أو بردا فقال اقرأ بخوينا. قلت ما أنا بقارئ أزنخون دفانم. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. جارك دي ددوا أسحم بيز كريم حتى قو أزبوي زحمتي حسام وأزبردام ديس جمرا قوت بخوينا مقو أزنخون دفانم جارا سسيا ديس أسحم بيز كريم وجمرا قوت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. بيخنبر عليه الصلاة والسلام بفان آيات حضرة جبرائيل سروينا داخستيا فقرايا مالا أخوة يرجف فؤاده دلي وينا ليد كبش طرصة دلي بيخنبر عجلة ليد دي. فدخل على خديجة بنت خويلد. بيخنبر عليه الصلاة والسلام درباسي مالا خبوة جنبي لك أخوة حضرة خديجة. فقال زملوني زملوني مبنو خمين بركو اعتبار بيخنبر عليه الصلاة والسلام تادقرت طرصة تادقرت. بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي مبنو خمين زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فأو خماندن حتى قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو طرس لسروي نارابوه. فقال لخديجة بيخنبر عليه الصلاة والسلام صحبتها قبيرة درباس بولشكفتي ده جدايكا ما خديجة قوتية وأخبرها الخبر. لقد خشيت على نفسي. بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي يا خديجة أثرخ طرسامة أزنكر تحملها في وحي بكم. فقالت له حضرة خديجة بيخنبر عليه الصلاة والسلام رقوتيا كلا والله ما يخزيك الله أبدا. نا خدي تعالى تجاري بارة العردي ناهلي تبتني ناهلي كما تبتني ناهلي إنك لتصل الرحم. تمروفك جهد دي مالباطة أخوة تجهد دي أهلي أخوة تصلة رحمة دكي. وتحمل الكلا أو كسنجو زحمتية وانهنا أو كسنجو حاجتي واهنا تبوانا آلي كاردبي. وتكسب المعدوم أو كسيجو يعني تشتكي وينانينا تبويرج آلي كاردبي. وتقري الضيفة مهفاني قوتينا جمتا تبأركو واجباتي خضرابي. وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق يعني أو مصيبات وبلاء قوتينا سري خلكي آلي كاريا خلكي دكي. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة. بدايك ما خديجة دستي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قرتيا وتشونا جم ورقة بن نوفل
قرآمك ديا ما خديجة بو مروفك قود جاهلتيا خود يعني بري إسلامي بوبو خريستيان بوبو مسيحي، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب في الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فمروفك فيري مسيحيته بوبو وبزمان عبراني جدني بسن، وكان شيخا كبيرا قد عمي، مروفك بعمر مظن بوبو شعبي ويجي تشوبون حافظ بوبو. فقالت له خديجة، دايك ما خديجة شكر آمي خرد بيجي ورقة بن نوفل، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك قرآن جكوري براي خو قهدار بك كاتشد بيجي، يعني شبيه خنبر عليه الصلاة والسلام. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ كوري براي من يعني نوفل، ورقة بن نوفل شبيه خنبر عليه الصلاة والسلام رد بيجي كوري براي من تشد بيني، يعني برازي تشد بيني أبيرنجي. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فبيخنبر عليه الصلاة والسلام جيرا بحث كريا تشتي قد شكفت دديت. فقال له ورقة بن نوفل شبيخنبر عليه الصلاة والسلام رقوتيا هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، أب وحيا قو خدي تعالى سر حضرتي موسى شيانديا، يا ليتني فيها جذع خسكاغو أز وقتي قو تب ببي بيخنبر جذع نورمال حيواني بتشوكرتي قوتن، بمعنى خسكاغو از جينجبا خسكاغو السر خبا دمي قوتي ببي بيخنبر ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، خسكاغو الصاغبة دمي قو ملتي تتجولاتي تدرخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، بيخنبر عليه الصلاة والسلام ما يعجي ماي ماويم درخن، يعني قومي من ملتي من ماويم درخن. فجوابه وذلك قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي أري ويتدرخن كسنهاتيا بذي مسألة قد بي هاتيا وكي موسى وكي عيسى، يعني كس بي خنبار نهاتيا بذي دعوة وحيي إلا قوم ملتي وينادج مناتيا ويكرنا. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وأجر أزجهشت موي روجا بي خنبراتيا تا دمجو قومي تدجمناتيا تبكن أزي بشجرتيا تبرنجكي جلكي جوان بكن. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، بشتي ويرا ورقة بن نوفل وفاة كريا وفتر الوحي، يعني دمك حضرة جبرائيل لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام قطبوا. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، صحابي بحثا شاوى وحي دسبيك إذا سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا دبيجي بينما أنا أمشي، يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي بينما أنا أمشي وقت يقول أزدمشين جاركي سمعت صوتا من السماء مدنقك أزمان حسكرية، فرفعت بصري متشعب يا أخوة الدابة الأزمان، فإذا الملك الذي جاء في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، متشعب يا أخوة الداية مما يذكر أو ملائكته جو هات السرمد شكفتي دا لسر كرسيكي رونشت يولو مظن دنا كرسيكي دنا بين عرض أزمان دايا. فرعبت منه فرجعت أجيت ترصامز فقرامة مالي، فقلت زملوني زملوني، مش بيرك أخورك قوتياج أهلي مال أخورك قوتي، يعني ديا ما خديجة بنو خمين. فأنزل الله عز وجل خذ تعالى آياتك كديسر المداخس يا أيها المدثر قم فأنذر، أيها المدثر راب أو كسي قوت خو فشارتيا ينتخو نخمان ديا بليفينا راب أركو واجبات خو بك تبليغ خلقه بك وتوحيد خذ تعالى إلى قوله والرجز فهجر. فحمي الوحي وتواتر، في تسبيك دش مرة قوت انه بيشتي وفاة ورقة وحي، يعني ام بيجن دمك قطبو لبيشتي في مسألة قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام ديت وحي في جدس بيكر ونما قطبو. كيفيات الوحي تيبو رنجي وحي يقول سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتنا دبي، وليست مراتب الوحي مقتصرة على هذين الحالين اللذين عرفناهما من الحديث
الرؤيا والأخذ من الملك يعني رنجو تيبي وحي نأب هردو تيبي هانا يعني خوني جو بيخنبر ديتن ينجي ملائكة سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكت شاو مداشرو بكرن جو قالك رنجي ويهنا بل إن له مراتب وكيفيات عدة ذكر القرآن أصولها في قوله تعالى قالك مراتب وحينا خد تعالى بنجه وينات قرآن بيروز جمرد دايخو ياكرن دمجو خد تعالى جمرد بيجي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم كسك نينا ممكن نينا جو خدي تعالى القل إنسانك بآخذه إلا درنجك جوان رنجي سسية يان درنجي وحيدة جو مجبر داخو ياكرن دريا خونيدة يان دريا جو خدي تعالى تشتكي بافي دليوينا أو من وراء حجاب يعني خدي تعالى القل وانا بآخذه لوينا بين البش ستارك وقوش حضرت موسى تشيبوا وقوش بيخنبري محمد عليه الصلاة والسلام تشيبوا دي شبا معراجي ده أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ينجي خد تعالى ملائكتك بشيني وقو تشاوى خد تعالى ملائكتك حضرت جبرائيل شبه خنبري محمد عليه الصلاة والسلام رشيان ديا وقو تشاوى جدايكا موسى رشيان ديا وقو تشاوى جدايكا حضرت عيسى رشيان ديا وقو جواقم بخنبرر عليه الصلاة والسلام شيان ديا. وقد دلت هذه الآية الجامعة آية بقشتي على كيفيات الوحي وأنها ثلاث لا رابع لها وسماها العلماء مراتب الوحي بأب آية قرآن بيروز أباما خوان جمرة رنج وحي دانا خوياكرن جو سي مرتبنا چارجرنين علماء ناف ليكرنا ترتيب ونا ناوي ويكرنا مراتب الوحي أو مراتب چنا حتى ذي مقداري تشتك مشكلة هاي قالي خورتا صدخوينم إشكالية وهنا السؤال هنا قال لي خورتا لازم نقي زلال سيدنا زلالة إن شاء الله. وهي يك أن يلقي الله ما يريد إلقاءه إلى النبي مباشرة بطريق خفي سريع دون واسطة. قو خد تعالى تشتكي بابي جدلي بخنبركي بواسطة فشارتي بعجلة. شاوى حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام مجورة دا خياكرن أن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو رنجك جوي رنجية يا دوا أن يكلم الله النبي من وراء حجاب تكليمة خد تعالى القلب بيخنبرك بآخذه لبش ستارك وقو شاوى بحضرة موسى رهاتية سسي أن يرسل الله الملك إلى النبي فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به شاوى حضرت جبرائيل هذا جنب خنبري عليه الصلاة والسلام دشكفت ده وجرى قوت اقرأ باسم ربك الذي خلق. دبيجي وقد بحث العلماء في هذه المراتب ومرادهم كيفيات الوحي واستقصوا أحوالها فيما ورد من وصف الوحي من الكتاب والسنة وأوصلوها إلى 7 مراتب ينقسم إليها الوحي ويقع بها ومنهم من جعلها 8 مراتب وترجع كلها إلى المراتب الأساسية التي ذكرتها الآية وتندرج في ضمنها ولا تتجاوز حدها كما يتضح من هذا البيان الذي يشرحها. دبي هناك علماء وقت يقول رنجي أشكال جو وحي لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا فمحاولة كرنا جو توصيف بكن فهناك جوانا أفرنجي هانا يعني تقسيم كرنا قشتنا حاف وهناك قوتنا حشت يعني مثلا نمونا مش ورا قوت قسمي أول جو خدي تعالى وحي بشيني دبين قوتنا وحي مدرنج جوار قوتن فقسمي جو علماء جو ترتيب كرنا هر رنجك جوانا اعتبار كريي رنجك يسر بخوال حالي خوا فاجمرت ديخو يا كرن. المرتبة الأولى يا أول الرؤية الصادقة حوجناك شرح بكم خونا راس وذلك كما ورد في حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم دسبيك وحيا قول سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا أو خونا قول بيخنبر عليه الصلاة والسلام داتكت فدبيجي والوحي في هذه المرتبة
وحي دوي ترتيبه دوي مرتبه دوي منزله ده إما أن يكون بإلقاء الله أو بواسطة الملك، يعني أفخونا قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي ينخد تعالى مباشرة تابت دلي بيخنبر دخون دا يندريا ملائكة دي دا فحمجي داخل آية قرآن بيروزن أن يكلمه الله إلا وحيا. مرتبة دوا أن يأتيه الملك يقظة، ملائكة يخد تعالى دو وقت شياربون دورنا جنب خنبر عليه الصلاة والسلام فيلقي في روعه، يعني باب جدلي وينا في قلبه وباله من غير أن يسمعه ولا يراه. يعني ملائكات ورنا جنب خنبر عليه الصلاة والسلام تشتكي باب جدلي وينا بيقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام وبيبيني يانجي وينا حسبك وقو تشاوا وقت يقو مشرح كر ديا مع عائشة بيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت يقو وحي سر وينا ضادكات دشبا زبستان يا صاردا خوهدانج آنيا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دردكت يانجي وقت يقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام لسر دبها كيبا لسر حيوانا كيبا جقرامبونا قد كتا سر لاشي بيخنبر عليه الصلاة والسلام فبيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني أو حيوان دادكتش زحمتيا قرامبوني دبي كما أخرج الشهاب والحاكم عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أفضل الجماء الزمان. مرتبة أساسية أن يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول. دبي ملائكة داكبة بشكل زلامكي لقل بيخنبر نورمال بآخذه بيخنبر عليه الصلاة والسلام ويتشتيجي بسطيني وجي فين بكي كما في الحديث المشهور من سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وهو متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم أو حديث قوم ما بحسكر بحسا قو إمام عمر كوري خطاب جمر الشرح دكيد بيجيز لامك درباسي جباتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام نخل كي باجيرا كجمة وناس ناكي نآثار سفر جيلي خياتكن. المرتبة الرابعة يا شارة أن يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحي إليه فيسمعه ولا يراه. قو ملائكات حضرت جبرائيل وري جنب يخنبر عليه الصلاة والسلام بهيئة وياب ملائكتي، وهذه المرتبة يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس وكان ذلك أشد الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. دبي أفرنك أو جرنجك جرنجي حالة ملائكتي جبر هاج مرة بحثة يا ددوا بك رنجي ددوا حالة ملائكتي حالة ملائكتي يا أول قب دهات الجنب خنبر عليه الصلاة والسلام وكي دنجي زنجل حالة ملائكتي يا ددوا مرتبة بينجايا أن يأتيه الملك جبريل ويراه النبي بشعبا بيخنبر ويبيني في صورته الملكية العظيمة. يعني فرق يا بين في ويا أول حالة ملائكتي يا قبرنجي زنجل دادكت بيخنبر عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل ندديد حالة ددوا بيخنبر أو نادديد شكلي وينا وهيكلي وينا التي خلق عليها ويسمعه. يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل دديت بوشكله هيئة تيبي وينا قو خد تعالى أو خلقان ديا وبيخنبر عليه الصلاة والسلام حدنجي ويجي ذكر فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحي. تشتي قو خد تعالى خستية تبليغا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بك أو تبليغا وينا ذكر دبي. وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين. أفرنجي هانا أف شكلي هانا قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل ديتية بشكلي وهيئتا قو خد تعالى أو لسر خلقان ديا دجارة أحدهما في الأرض عند وحي آيات المدثر جارة أول وقت يقول عردي وقت يقول آيات مدثر داكتيا، والثانية في السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى كما في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أب حالة
ددوا يعني جارة ددوايا جو بيخنبر محمد عليه الصلاة والسلام حضرت جبرائيل لسر شكله هيئتي وي أو ولديتيا واضحة قالي خورتا حتى في قدر يجي إشكالي وين هنا قالي خورتا واضحة قالك زلالي إن شاء الله سيدة قديش ترى زبا دبيجي وهذه المراتب الأربعة أفشار مرتبة أول كلها صور لمرتبة واحدة لا تخرج عنها ذكرها القرآن في قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يعني ما بينج تيب مشترى دانا خويا كرن لكن حميجي درنا كفن جوي بندا جو خدي تعالى جمرد آيات دا قرآن بيروز جو سير رنج جمرد دانا خويا كرن أف مراحل بينج جو مشترى بحث كرن حمد كفن مرحلة تاليدة أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. المرتبة السادسة مرتبة ششاء كلام الله تعالى لنبيه من وراء حجاب خدي تعالى القلب يخنبري خب بآخذي لبشت ستاركي كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن استقرت فريضة الصلوات على الخمس فنودي أحكمت فريضتي وخففت على عبادي دبي وكي قوتشاوا خدي تعالى القلب يخنبري محمد عليه الصلاة والسلام آخذ يشبه معراجي وقت يقول خدي تعالى القلب يخنبر فرد اللي ميجي سر مسلمانا فرد كريا وبيخنبر جارك شو يا ربي لسر ملتي من لسر أمتا من سبك كريا حتى قوش بينجيه هاتنا بينج هنقاني خدي تعالى قوتيا أحكمت فريضتي يعني من خلاص كر مبداوي كر مقدان وخففت على عبادي ومن سر عبادي خوشي سبك كريا ينجي وكما وقع لموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما نمونا ويكدي شاوغو خدي تعالى القل موسى آخذية مباشرة ديريكت لكن لبشت ستاركي. مرتبة حفتة كلام الله تعالى للنبي وحيا بلا واسطة ملك ولا حجاب كما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو فوق السماوات من فرض الصلوات ومضاعفة الحسنات الحسنة ب10 أمثالها وغير ذلك وهي مرتبة داخلة في قوله أن يكلمه الله إلا وحيا يعني فصلك خستيدا على حقيقة تفارقي ولو زيدا دنا بينا في وأواقل هما بحث كرجي نينا لكن دبيجي يعني خدي تعالى يعني بتشتكي فرضا لميجي آفيت دلي بيخنبر بواسطة يعني ملائكتنا بيناوي وخدي دنابون وحيبي حجاب يعني خدي تعالى نآخذ يا بيخنبر دنجي وينا نكريا فقط آفيت يدلي وينا دبي لكن بعضه مستشكلة هناك جوانا مشكلة بورا شيب وتفهم ده ما وردت به الأحاديث في هذه المرتبة وقال به أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج كما يتفق مع قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وليس ها هنا حجاب دبي هنا كاس مشكلة بوارد شيب وطبعا أنا مبحثك عقيدية نمبحث مايا لكن إشارات كرية إنه هنا بتايبة أشعري فكري أشعري هذا سيداي أحمد خاني جيبه مسألة باشر وفدك دمي جوجمرة بيجي نبا منكري قد رأى جبر قد عقيدة أشعرية هذا إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام شبا معراجي خدي تعالى ديتية بجعذ سريخة فأبناء مذهبي وايا وإما شيخ أحمد خانيجي أف مسألة جي تأكيد كريا وداويد جمرة بيجي نبا منكري قد رأى يعني نبا جوان كسي إنكار رؤيته بيخنبر عليه الصلاة والسلام شخوديرة دكن تبلغ مذهبي ددوا رأي مذهبي أم بيجن سلاف أهل الحديث إنه خدي تعالى نهات يديتن دنيا ده وبيخنبر عليه الصلاة والسلام خداي خو نديت يتشاوى حديث هاتية جدية مع عائشة
انه دبيجي من حدثكم ان محمدا راى ربه ليله المعراج فقد كذب، او كسي جوجورا بيجي انه بيخمر عليه الصلاه والسلام شبا معراجي خداي خديتيه بشعبي خوا فدبيجي ضرو كريا ينجي الجوري حديثك بيخمر عليه الصلاه والسلام دم جوجي سؤال كرد خداي خديتيه قوتيه نور انا اراه، فتفسير نور أن أراجي قسمك علماء قوتية يعني بيخمبر نورك ديتية نحقيقتك ديتية، قسمك بيجي نور أن أراه يعني من روناهي الشعب من كات أو روناهي أقول شعب من كات رونا شعب من كوركر من نماديت شاوا وقت قمروف شاب مقابلي روناهي سيارك بي فوقت يقول أو روناهي بك بشعب إنسان ده مروف نما بيش ياخد بيني فأبهردوا تفسير هنا. على كل حال دفردا مؤلف دكتور نور الدين عترج مرد ديخو ياكرن دبي أو قسمي قو دبيجن إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام خداي خديتيا ووقت يقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام شو معراجي وخداي والقلوي آخذية وبيخنبر أو ناديتيا وفرضا لميجي كريا يأفناوي تشاوى مرة تشيبي وخديج مرة قوتيا أو من وراء حجاب يعني بيش ستاركي والفر حجاب نينا وقت شبا معراجي ده وقت يقو خدي يعني القلب بيخنبر وآخذية القوري رأي أشعرية إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام خداي خديتيا فأفناوي تشاوى مرة تشيبي جواب دي إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة غير وارد هنا إذا ما علمنا أن الوحي الإلهي في هذه المرتبة لا يشبه خطاب الخلق بل هو داخل في قوله إلا وحيا، لأن الوحي إعلام في خفاء، وقد أبان الإمام المفسر البيضاوي عن ذلك في تفسيره لهذه الآية، وهو يفسر إلا وحيا كلاما خفيا يدرك بسرعة لأنه تمثيل ليس في ذاته مركبا من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة، فأزاح بذلك شبهة خروج هذه المرتبة عن حد الآية الكريمة. دفردا مؤلف باعتبار أوجد الجوري فكرة إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام خداي خب شعبي خديتيا، فجوابه بإشكال ددن إنه تشاوا ونجمرت بيجن بيخنبر خداي خديتيا وتشاوا آياتنا قرآن بيروج مرت بيجي أو من وراء حجاب جبو برسفا بدي فصلك دخيدنا بين آخفتني ده ودنا بينا ديتني ده فدبيجي راستا خدي تعالى القل كتكسي نا آخذي إلا قو بش ستاركي بي، ولكن أواقو بحجاب بي أواقو وحي بي عفوا نلازمة بش حجابي بي، فبيخنبر عليه الصلاة والسلام دشبه محراجي ده شو خداي خديت وخدي تعالى وحي آبيتا دلي ويناد الميجي ده أو وحي جي نآخف تلقوي تفسير إمام بيضاوي إنه أو وحي هانا نبرنج آخف تنبو جو چند حروف وصوت وقريداين بموجات صوتيفة نأبنا آبيتا دلي بيخنبر عليه الصلاة والسلام، فوقت يقو آبيت دلي بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو إشكالا قو انتيدا نما جبرقو مجورة قوت خدينا آخذي إلا من وراء حجاب والفيديو خدينا آخذية خدي تعالى آبيت دليوينا يعني بيخنبر خدي ديت بشعبي أخوة وآبيت دليوينا. طبعا نرينا يقو أسر بهورية يقو أسر يقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام خداي أخوة نديت يدفي شفا معراجة ده شاوا قو حديثة دي مع عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. أمبر دوامكن مظاهر الوحي شكل وحي، والوحي في أعلى مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتضي من الإنسان أن يتجاوز حدود المادة وعالم الشهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب، وذلك يقتضي من صاحبه استعدادا يهيئه الله تعالى في أولئك الأخيار الذين اصطفاهم من خلقه لهذه المنزلة. وكثيرا ما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم
مشقة شديدة في التلقي من الملك. قالت عائشة رضي الله عنها إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصف عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني خلاصة في موضوعي هنا إنه مروفك يقول خد تعالى وحي جرى بشيني أب إنساني هنا خد تعالى ويحاضر دكيش برقو إنسان بطبيعته خوي بشري ممكن نين تحمله وحي بكي فخد تعالى ويكسي قو هالبجارتيا قو بكي بيخنبر وإنساني يعني حاضر كريا قو تلقيا وحي بكي جبرقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت قو وحي سروي نادا ذكر زحمتي ديتن وقو شاوة ديا مع عائشة جمرة حديثك آني قو الحارث بن هشام صحابيك جب بيخنبر عليه الصلاة والسلام سؤال كريا يا رسول خدي وحي شاوة سرت داد كبي فبيخنبر عليه الصلاة والسلام برسبا ويداكت دايا قوتيا جارنا تيل سر من برنج زنجل يعني دنج زنجل وأونايا هري زحمته أجمي خلاص دبي وأز جي فين كريا ينجي بشكل إنسانك تيم مقابلي من وبمرد آخبه وأجي فين دكم وديا مع عائشة بيجي من ديتيا قوتشاوا وحي لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دات كبي دشافا دروجين زفستاني دات سرمايا ووحي الجوينا خلاص دبي وجبهتا بيخنبر آنيا بيخنبر عليه الصلاة والسلام لا يتفصد عرقا خهدان جيداد كبي يعني زحمتيا قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دديت دم قو وحي لسروينا دادكت. ومن آثار الوحي وسطيام قال لي خورتا والآلي مناكن كجوا ناخو إني أجد وسطيام يعني أفابو ساعتك وبيزدقا. ومن آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم ما وردت به هذه الأحاديث شكل تيبو رنجي جو وحي لسر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دادكت أب أحاديث جو أدشترى بحث بكم يك ما ذكر في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رويناه سابقا يا أو حديث عائشة جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام زفستاني دات سرمايدة نتيجة وحي خهدان جدادكت يا دوا. وأخرج البخاري أول صحيحه ومسلم يعني إمام البخاري دسبيكا صحيح خدا وإمام مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عبد الله كري عباس قرآن بيخنبر عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى بتفسير قلتنا خد تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قلتيا معنى ويناتشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه بيخنبر عليه الصلاة والسلام زحمتي ديت سر يعني وحيه وجبو خاطري جوجبير نكي فبيخنبر تكرار كرليفي وينا دحركين. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فعبد الله بن عباس هنا تمثيل ذكر تشاوا ليفي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دحركين يعني الحمد لله يعني تشاوا إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام حفظ ذكر أو تشتيقو دها تسروينا. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. سعيد بن جبير بيجا ويجيش فقه خورش تلاميذ خورا ليفي خود حركان دين تشاوا ابن عباس دحركان تشاوا ابن عباس ديت قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دحركان. فأنزل الله عز وجل يعني نتيجة قو بيخنبر زحمتي ديت وبيخنبر يعني تكرار ذكر حافظ ذكر بليفي خو بدفي خو أو آية قو سروينا دادكتن آيتك داكت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. زحمتي نبينا يا محمد عليه الصلاة والسلام قلت بشت مرة تكرار دكي أم قرآن بيرود سينغاتا دا كوم بكن قال جمعه لك صدر
صدرك وتقرأه أمد سينغاتا دا قرآن بيروس كوم بكن دميجيتا دا داينن وتيرابي وينا بخويني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقت قم خوندنا قرآن اشترقوت تلقوري وي خوندنا يجي بمشينا قال فاستمع له وأنصت بشتي ويرا وقت قو جبرائيل بجدادك بخنبر بشتي ويرا نما تكرار ذكر يعني هر آيات قو جبريل دقوت بري جهد أو آيات تكرار كردو ويدا بشتي في مسألة بيخنبر عليه الصلاة والسلام خلاص ليه جوه دار ذكر شبر جوه خدي تعالى صوص دايدا نما بيويستا جوه زحمتية بكشيني وحافظ بك يكسر ويدا كذي وخدي تعالى ويد الدلي ويدا وقرآن هنا ديني فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأ دي بيشتي ويرا وقت يقول جبريل سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دا دكات بيخنبر ليه قه دار ذكر نما بيشتي ويرا دقوت وقت يقول جبريل جيد شو بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو قرآن الصحابية ردقوت شاوى قو حضرة جبرائيل جي بيخنبر عليه الصلاة والسلام را دقوت ياد دوا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل بيخنبر عليه الصلاة والسلام البرد قوهي وينا وكدنجي خليا ميشي هنجفبو عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل دليلك آني فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه يعني جمالها بحث حديثك كي حادثك كي جو عمر بشعبي خديتيا وحسكر يا انه وحي سر بيخنبر عليه الصلاه والسلام داكتيا الدردوره جوهي بيخنبر منا دنجي ميشا خليها هنجفبو بيشتي جو وحي شوا بيخنبر عليه الصلاه والسلام دستي اخو هلدايا فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا بيخنبر عليه الصلاه والسلام دعاكريا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال بشتي في دعاية بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا لقد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة يعني بشتي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دعاكريا بيخنبر قوتيا ده آيات سرمداكتن إيقو عمل بفان ده آياتا بكي مسوقر أفكسي هنا خلقي بحشتيا ثم قرأ علينا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بجخواندية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى داويانا حتى ختم 10 حتى ده آيات دسبيكا سورة المؤمنون خواندية سي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثقل جسمه حتى كاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جنبه أبجي ما بحسكر إنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام زحمتي ديت قرانية كبيرة تشيدبو تا درجة كي جو كاماخي بيخنبر عليه الصلاة والسلام كاماخي كسن قلت حيلا وينارو نشتبو زحمتي ديت نتيجة وي قرانية بو عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه زيد بيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام سر مخوندية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه أثناء بيخنبر جمرة خوان ابن مكتوم عبد الله بن أم مكتوم عفوا عثمان بن أم مكتوم أو يقول مؤذن بيخنبر عليه الصلاة والسلام بو فقلت يا رسول الله والله لو استطعت الجهاد لجاهدت يعني تيت آيات القرآن بيروز جمرة بحثة جهاد كده أو كسي قد شنا جهاد نوكوا كسي قول مالي خرونشتينا فابني كوري أمي ابني ومكتوم هاتي قلت يا رسول خدي أجر مكاريبة بقول كورة حافظة يا رسول خدي أجر مكاريبة والله زبترى هاتبة فأنزل الله على رسوله بويكي ليكي خذ تعالى آياتك سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داخستيا وفخذه على فخذي يعني كاماخي بيخنبر درخ كاماخي مدية زيد بن ثابت دبيجي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي
بأثر خطر صمحة جو كاماخي من بحلن بهرسن نتيجة وزحمتية جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جديد ثم سري عنه يعني وحي سر بيخنبر شو فأنزل الله غير أولي الضرر يعني بيوان كسن جو زحمتي سر وذاكتيا يا شرف أنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بركت به راحلته يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت يقول وحي سر وإذا كتب سر دوارك بل سر حيوانك با أو حيوان تحملها قرانية بيخنبر عليه الصلاة والسلام نذكر فهو حيوان درونشت. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنه كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها دبي بيخنبر عليه الصلاة والسلام سر دفهبو وحي سروينا ضادكت فالنتيجة زحمتية وحيه دفه تضرب بجرانها أو بيجن أو جوشت زيدش قركة دفه جرتي قوتن جيران فأو جيراني وين لفظكت النتيجة قونا ما تحمل ذكر. وعن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه أبجي وكا حديثا قد مع عائشة بحث كريا. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يجعل ليوم الوحي اهتماما وتوجها خاصا إلى الله بمجاهدة النفس والتصفية لها بصيام مستحب تكميلا ومتابعة لمجاهدتها بالصيام المفروض في شهر رمضان حتى تصفو النفوس من أكدارها وتخلص القلوب ووجهتها نحو بارئها سبحانه وتقبل عليه بقوة وعزم وعلى العالم بالمكاره والإصلاح ودعوة الخير الذي نزل به الوحي في ذلك اليوم. أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. خلاصة في موضوعي يعني دي بيجي مروف قه بدي وروجا دسبيكا وحيه قوم روجا دشنبي وحي دسبيك سر بيخنبر عليه الصلاة والسلام داكتيا وبيخنبر عليه الصلاة والسلام بسبب فينا روجا دشنبي روجي دقرت وبيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي قوجي هذا السؤال كرن كما روجا دشنبي روجي دقري فبيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا روجبونا منها وروجا قو خدي تعالى وحي لسر مداكتيا. قسمك علماء بيجي أبنات تايبة خصوصيتك مش بيخنبر عليه الصلاة والسلام الرد على منكري الوحي أما بيناه بهلن حتى الدرس ورج برقو أز وسطيام ساعات ونيبك منما كاريبو استحمل بكم يعني ونجي ما شاء الله فقينا قلكي باشن خوي تعالى عمري ودرشكي ونالي كاريا سيداي خوناكن ونمرناخوين أز وسطيام لكن النظام كرمكن قالي خورتا حتى بمقداري جوارا واضح بو جوارا راست بو تسؤالي وب حتى بمقداري هنا كرمكن أزلوا قهدار ذكر